السلام عليكم. أنا اسمي نعيمة من نواحي القصر الصغير. عندي 4 خوتي ولاد كبر مني، وأنا البنت الوحيدة والصغيرة. ماما مرة ربة بيت، وبابا راجل فلاح كبير كان لاباس عليه. ملي كانت عندي 13 عام ماما مسكينة تصابت بالشلل النصفي، وهنا أنا اللي تحملت المسؤولية ديال الدار كلها، مسؤولية خوتي ب4 ومسؤولية بابا ومسؤولية ماما اللي مريضة طريحة الفراش. ورغم صغر سني كنت حويرة، كنت قد المسؤولية، كنت مقابلة خوتي وبابا من ماكلتهم وشرابهم وجميعهم وصبينهم وكل شي مقبلة عليهم، ما خاصهم حتى شي حاجة. وكذلك مقبلة امي من دواها وماكلتها المسوسة الخاصة ديالها. حتى خوتي كانوا تعاونوني في ماما، لانني ما كنتش نقدر نغسل ليها بوحدي وندير لها شي حوايج بوحدي، ولكن الدواء ديالها وماكلتها وشي حوايج اللي هكا صغار انا اللي قايمه بيهم. ولا جاو الناس ولا الضياف ولا العائله يشوفوا ماما، تنكون قد المسؤوليه وتنقوم بهم باحسن وجه، وتنضيفهم واحد الضيافه زوينه حسب التقاليد ديالنا. وبقات ماما هكاك مسكينه طريحه الفراش من طبيب لطبيب مده 5 سنين، حتى درت 18 عام قدام الامانه امانته، وبقيت غير انا وبابا. خوتي كل واحد بدا تيتزوج وتيبني دار حدانا نيت غير في الارض ديالنا. انا وبابا بقينا ساكنين في الدار القديمه اللي مبنيه غير بالتراب والقايزه ديال الخشب. خوتي بناو ديور عصريه بالاسمنت والحديد، وعلى الطراز العصري الجديد بالزليج وكل شيء داكشي اللي تتعرفوا الرخام. وكانوا لاباس عليهم كل واحد كيفاش تفنن في بنايه ديال الدار ديالو في التصميم ديالها. 4 ديور حدانا، وحده تنسيك في الاخرى، وانا بقيت عايشه مع بابا وهزاه كيما هزيت ماما. تا بابا تا هو مسكين عيا ومرض، وبقيت انا اللي كاينه به. ملي بابا مرض، هذيك الاراضي اللي عنده وهذاك الاملاك اللي عنده قسمها على خوتي ب4، وهذا هو الخطا اللي دار، ما عطانيش انا حقي. قسمها على خوتي وشرط عليهم انني نعيش معززه مكرمه بيناتهم حتى يجيب لي الله ولد الناس والنقره فين غادي يغبر نحاسي. وبابا مسكين طوال في المرض ديالو، بقيت انا لي بيه. وصلت 20 عام وما جابش يلا هاد النقره اللي غيغبر فيها نحاسي. وصلت 24 عام كذلك، و26 كذلك، و30، ودخلت في الثلاثينات. وتعرفوا الشابه المغربيه وصيغته الا كانت من الباديه ملي تتوصل الثلاثينات راه تتولي عانس، وبالدارجه ديالنا بيره. انا كان عندي حقي من الزين، كنت زوينه في الحقيقه، وكانت اخلاقي رفيعه وعاليه الحمد لله. وبابا كان لاباس عليه، كنا لاباس علينا، وعائلتنا كانت محترمه. ولكن ربي ما قسمش ليا نتزوج هذيك الساعه. رغم هذا الشيء في حياه بابا كنت عايشه معززه مكرمه مفشه مخنته، ما خاصني حتى حاجه. حتى من العطل ديالي كان بابا فارض على خوتي يدوني ندوز العطله في احسن مكان وفي سانكي طوال، والمكان اللي حليت عليه فمي نمشي ندوز فيه 10 ايام 20 يوم في العام، باش حتى انا نجدد النشاط ديالي وما نبقاش مخشيه غير بربعه الحيوط. حتى وصلت 34 عام وتوفى بابا تا هو مسكين الله يرحمه. وهنا بدا الاهتمام ديال خوتي بيا تيقل، وما بقاوش يديوها فيا، وحتى هذاك المأكل والمشرب ما بقاوش تيجيبوه ليا. وبقيت عايشه بوحدي في دارنا القديمه ديال التراب. اضطريت انني ندير بعض الدجاجات وبعض النعيجات تربي فيهم، ومن البيض ديال هذاك الدجاج ومن الدجاج اللي تنبيع في الاسبوع هو اللي تنعيش به. ظهرت حالتي الماديه بزاف بزاف، وخوتي ما حاسينش بيا. قليل شي سوق اللي يجيب لي شي حد رويبعه ديال اللحم ونص كيلو بطاطا ونص كيلو خيزو. لا ديسير لهم يحزنون، رغم انهم لاباس عليهم ومهليون في ولادهم وعيالاتهم بزاف بزاف. ولاو في العطل كل واحد يهز وليداتو في طوموبيلتو يسافروا، ونبقى انا بوحدي في دارنا لا حنين لا رحيم. حتى من هذوك الزيارات اللي كنت تنزورهم ونمشي عندهم تنشوف عيالاتهم مطيحين مني ومطيحين العين مني، ما بقيتش تنمشي عندهم. وما كاينش اللي يسولني مالك يا اختي ما بقيتيش تجي، علاش اختي اجي عندنا؟ ما كاينش اللي يعبرني، ما كاينش اللي يحس بيا،
واش تنجي عنده ولا ما تنجيش. وكنا ساكنين في واحد العروبيه بعيده على السكان، ما كان حدايا لا جار لا رحيم، غير بوحديتي تنقيل مع دجاجاتي ونعيجاتي. هادشي اللي كاين. كان غير مره في الاسبوع نهار السوق اللي تنمشي للسوق ندي بيضات ودجيجات نبيعهم ونتقدى ليا اللي خاصني ونجي. وهنا حسيت بزاف بالخطا اللي دار بابا مسكين، الله يرحمه الله يغفر ليه. كان تيظن ان خوتي غيتهلاو فيا، انني خصني ما نوردش معاهم باش راجلي ما يديش ليا حقي، وانهم غيتهلاو فيا تنتزوج. ولكن هيهات هيهات. من الشهر الاول فاش مات بابا حسيت بالحاجه والخصاص وبالوحده والقهره. بابا حبيبي، بابا الحنين اللي كان مسميني غير الغاليه، ما كانش عيط ليا نعيمه سيري الغاليه، جي الغاليه، الله يرضي عليك الغاليه. الرضا اللي ديت من بابا الحبيب ما داهش شي حد على وجه الارض، كان يرضي عليا صباح وعشيه. ولكن حتى انا كنت مهليه فيه وكنت دايراه في عويناتي ودايراه تاج فوق راسي. وملي مشى بابا الحبيب بقيت عايشه في واحد الوحده، واحد القهره عمري ما عشتهم في حياتي. ما بعد الخنات والفشوش انا تندوز العذاب. خوتي غير حدايا، حتى واحد ما يزورني، حتى واحد ما يطلع عليا، غير تلاقينا في الزنقه على برا نتبادلوا التحيات والصافي كي شي جيران، بحال اللي بابا عمرو ما وصاهم عليا. وهما تينعموا في خيري ونعيمي اللي خلى ليهم بابا. بابا مسكين كان تيظن انني غادي نتزوج وغنمشي عند الراجل ويتهلا فيا، ولكن شاءت الاقدار انني بقيت بلا زواج حتى لهاد السن. دابا راه وصلت ل 36 عام. وكي تتعرفوا المدينه اللي انا فيها والفيلاج اللي انا فيه مدينه القصر الصغير، كلها بلاجات كلها شواطئ. انا السكن ديالنا جا قريب لواحد الشاطئ صغير وزوين، كان مهمل، ولكن مؤخرا هذه واحد 3 سنين ولاو تيجيو ليه المصطافين بزاف ولا تيعمر. هنا هذيك الساكنه القريبه ليه بما فيهم انا وخوتي ولينا تنوفروا السكن للمصطافين اللي تيجيو والسياح وكل شيء. هذاك المنزل الترابي واللي كبير وخلاني با ساكنه فيه كان كبير وكله غرف. قديت فيه واحد الغرف وبديت تنستغلهم في عطلة الصيفية ملي تيجيو المصطافين لهذاك الشاطئ اللي حدانا وتنسكنهم فيهم. وكان تيخلي ليا واحد المدخول لا بأس به اللي تنعيش به السنة كاملة. بقيت على هاد الحال هكاك تنكري المصطافين من العطلة لعطلة، تنخدم مزيان كل صيف. حتى لواحد الصيف جا كرا عندي واحد الراجل بجوج بناتو كبار تا هما مزوجين وبوليداتهم، والراجل واخا كبير باقي شاد فراسو مزيان، جايين من ألمانيا وجاو هنا تيدوزوا العطلة الصيفية ديالهم. وملي كراو عندي بقاو جالسين عندي 25 يوم. تعارفوا معايا مزيان وتعارفت معاهم وعرفوا قصتي وعرفوا بلي هادوك خوتي، وبأنني عمري ما تزوجت، وبأنني هزيت ماما في المرض ديالها تتوفات مسكينة الله يرحمها، وكذلك بابا وخوتي هما حدايا وما تعاقلينش عليا. واخا داين حقي في الورث، عرفوا اسراري كل هذوك الناس. كانوا هذوك البنات ظريفات وطيبات بزاف وتما مهليين في باهم، واخا باباهم راه باقي بصحته وباقي تيبان صغير بزاف. واللي عرفت منهم تا همايا بانهم جايين مع باباهم باش شويه يفوجوا عليه وينسيوه في ماماهم اللي عاد ماتت هذا عام، وباللي باهم شاد لا غوطخيت تما في ألمانيا وعايش مزيان، وبأنه داير واحد المشروع صغير ديالو من بعد لا غوطخيت، وبأنه عايش غير بوحديته في مدينة بعيدة عليهم. وملي شافوني في زيني وفي حداقتي وفي شغلي وفي اللبقة ديالي وفي الظرافة ديالي وفي الأدب ديالي حماقوا عليا ولصقوا فيا لصقة وحدة. كي قلت لكم كانوا باغيين يدوزوا غير أسبوع معايا، ولكن ملي عجبتهم دوزوا معايا 25 يوم. العطلة ديالهم كلها الكونجي كلهم اللي جايبينه دوزوه معايا وعجبتهم بزاف. ومشاو عند خوتي وطلبوا يدي لباباهم انهم بغاو يزوجوني باباهم ويديني معاه لألمانيا، وبانني معاه ما غيخصني تا خير، وبانه تيسكن بوحدو، وبانه عنده مشروع ديالو خاص من بعد لانتريت، وباللي عنده السكن ديالو في مدينة الناظور، وبانهم بغاو شي بنت الناس لباهم تكون متخلقه وظريفه وزوينه ومن عائله محترمه،
وبانهم ما يلقاوش ما احسن مني. خوتي قالوا ليهم تنسولوها وناخذوا الراي ديالها، وفعلا جاو خوتي وسولوني وخداو رايي. انا وصلت ل 36 وطالعه في 37 عام. واش غادي نقول لا؟ في نظركم غادا نرفض؟ بالعكس، قبلت وانا فرحانه بزاف. اخيرا ربي غيحن عليا. انا راه الوحده قهراتني، تقهرت بزاف بالوحده والانعزال. بعض المرات ما تنلقى مع من نهضر، تنبقى نهضر غير مع الدجيجات والنعيجات. بعض المرات تنبقى نهضر بوحدي بحال الحمقى. انا بغيت شي حد اللي يونسني، اللي يكون في حياتي، يكون ديما معايا. انا بغيت شي ظهر على من نستاند. راه غادا وتنكبر. وتسماني درنا واحد الخطبه زوينه غير بين العائله وبيناتهم هما وباهم وانا والبنات بجوج وخوتي وعيالات خوتي. ووعدونا بانهم غادي يرجعوا من هنا 3 شهور باش غنديروا العقد الزواج ونبداو في الاجراءات انني نصايب الاوراق ديالي. ومشاو وداز 3 شهور وفعلا جاو وما خلاو ما جابوا ليا. خلال هذيك 3 شهور كان عندي التليفون وكنت نتصل بباباهم وتيتصل بيا، وكنا تنتعرفوا على بعضياتنا مزيان. من خلال المكالمات اللي كنا تنهضروا اكتشفت انه راجل طيب، راجل ريفيني ديال المعقول، ما فيهش تخرشيش، راجل معقول ما عندوش مع التحرميات. هو باغي المراه باش هو يتونس، باش هو راه قتلاتو الوحده، هو في مدينه بعيده على بناتو. وتعرفوا اوروبا ما يمكن يدير لا صحاب لا صحابات لا والو، عايش غير بوحديتو. ايوا قلت لكم جاو من بعد 3 شهور وطيحنا العقد ودرنا واحد العرس غير الحلال وصافي. هذاك الشيء غير صغير. حتى انا مشيت عند النكافه ونقشت الحنه وبرزت، ولكن هذاك الشيء غير بين العائله وصغير. ما عيطت على حتى شي حد، حيت حتى شي حد ما كان تيعرفني. وبقى معايا راجلي واحد الشهر تمايا، كان من اطيب خلق الله. جاب لي الله راجل، هذاك هو الرضا ديال با اللي كان تيرضي عليا. ها هو جا في صيفط هذا الراجل، تنقول هذه من راسي، تنقول الرضا ديال الوالدين تلقاه وهنا لقيته في اخر ايامي. ايوا كي دوز معايا راجلي هذاك الشهر مشى رجع لالمانيا على اساس اننا غنبقاو نطلعوا في الوراق. وقعت واحد المعجزه اللي خلاتني تنسجد للارض بالفرحه. ملي راجلي سافر ودازت مده واحد شهر ونص هكاك، مرضت وبقات تجيني الدوخه وتجيني التقيه وانا ما عارفه والو. عمر ما داز عليا بحال هادشي. وانا نقولها لمرت خويا الكبير، قلت لها راني مريضه باغا ندوز، راه قلبي ضارني ومغيلف عليا وباغا غير نتقيه وفيا الدوخه وما تنحملش ماكله الطياب. هي تقول لي راك حامله، راك تتوحمي. فرحت بزاف وفعلا داتني للطبيبه ديال النساء والتوليد ودوزات ليا ولقاتني حامله فعلا. وقلتها لراجلي في التليفون، حتى هو فرح بزاف لان عنده غير دوك 2 بنات كبار وبغى يزيد يولد مسكين. وانا قلت في نفسي واخيرا الدنيا ضحكات ليا، واخيرا غادي نفرح، واخيرا شي حاجه تنفرح بها من قلبي، شي حاجه اللي انتظرتها العمر كله غادا تحقق ليا الزواج وغتحقق ليا الامومه. كنت تنتمنى نكون كنت ديما تنتخيل راسي كنت ديما تنحلم راسي ديما باغا نكون غير النعيجات ديالي لا ولدو تنبكي وتنقول سعداتها ولدات. غير الدجيجه لا فقصات ليا الفليلسات وتابعينها تنقول سعداتها منسه وعندها وليداتها منسه بهم وتعمر بهم كتافها. ودابا فرحت بزاف وجربت الفرحه الكبيره ديال اي وحده، وتنتمنى لاي وحده رب ما تتولدش ربي يحل حزامها ويعطيها ما تتمنى ويعطيها الذريه الصالحه يا ربي. واللي ما مزوجاش يا ربي ياتيها بالزوج الصالح، يكون طيب وذو اخلاق بحال راجلي ميمون، الراجل الطيب العفيف الشريف اللي تهلا فيا بزاف وعوضني على ايام الحرمان وايام الوحده وايام القهره اللي عشت فيها من بعد بابا. وطلعوا لي وريقاتي، طلعوا بالزربه سبحان الله العظيم. مشى راجلي غير شهرين تطلعوا الوريقات ورجع باش غيديني معاه وداني معاه. وصلت لألمانيا، وصلت لدار راجلي، وصلت المستقر اللي غنستقر فيه حياتي كامله من بعد. ودازت عليا الشهوره ديال الحمل صعيبه بزاف. راكو تتعرفوا البنت ولا المراه لا كبرات شحال ما كبرات شحال ما تيجيها الحمل صعيب، شحال ما تتبقاش قاده على الحمل. ولكن لقيت راجلي ميمون في جنبي، المعين والسند ديالي.
كان ديما معايا، ما مخصصني حتى من شي حاجة، ديما يديني للطبيب، ديما يجيبني. انا عنده هي الاولويه ديالو. كان مهلي فيا بزاف فوق اللازم، اكثر من اللي كان تيدير ليا بابا. حتى هو كنت عاودت ليه على القصه بان بابا كان مسميني غير الغاليه من قوه ما كنت مهليه فيه. حتى هو ولا يعيط ليا الغاليه، ما بقاش مسميني نعيمه، تعيط ليا غير الغاليه. ودازت اشهر الحمل اللي جاتني طويله وثقيله، وجا وقت المخاض وداني المستشفى. وولدت ولدي بالناصر اللي سماه باباه بالناصر على سميت باه الله يرحمه. ولدي كان غزال بملامح ريفية، فرحت بيه بزاف، وكان فرحة حياتي وأكبر فرحة حققتها في حياتي هي ولدي بالناصر. وراجلي اللي ما كانوش عنده الولاد تا هو فرح بزاف. وملي دخلنا المغرب درنا واحد السابع كبير لولدي بالناصر اللي تجمعت فيه عائلتي وعائلة راجلي، وفرحنا وسعدنا بوجود وليدنا بالناصر. واخيرا ربي حقق لي جميع امنياتي. كنت باغا نتزوج وجاب لي الله الزوج الصالح، كنت باغا وليدات وجاب لي الله وليد. وماشي هاد الشي صافي، دار ولدي بالناصر عام وعرفت راسي عاوتاني راني حامله للمره الثانيه، وفرحت بزاف. وراجلي ما كان عنده اي مانع، بالعكس كان باغي يطير بالفرحه. وكذلك دازت عليا اشهر الحمل ثقيله وطويله وصعيبه. كنت ديما غادا المستشفى، جايه من المستشفى، وكالعاده تلقى راجلي الميمون هو السند وهو كل شي ليا، معولة عليه في الصغيره وفي الكبيره. حتى هو مفششني ومخنتني وما خاصني حتى حاجه معاه، اللي حليت عليها فمي تتحضر. ودازت اشهر الحمل وولدت بنيتي اللي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصه، كانت من اصحاب متلازمه داون كما تنقولوا بالعاميه ديالنا مانغوليا. انا وراجلي ميمون فرحنا بها بزاف كاننا عمرنا ما ولدنا. كانت كيشي نقطة العسل على قلبنا، كانت زوينة بزاف وكانت مرزاقة، دخلت علينا بالرزق الكتير والخير والخمير. ولهذا السبب سماها راجلي أرزاق، بنيتي أرزاق الله يخليها ليا، هي قرة عيني وهي فرحة قلبي وهي فرحة أيامي. ما شاء الله على عقل عطاها الله، وعلى ثبات وعلى زين وعلى أخلاق. أنا كنت تنصحب واش هاد أصحاب متلازمة داون تيكونوا ناقصين في عقلهم. بنتي عندها الذكاء الخارق، ذكية بزاف. الدولة الألمانية والحكومة الألمانية معتنية بهاد الأطفال بزاف. وبنتي دابا راها بطلة في السباحة. ولدي بالناصر تيقرا مزيان وباباه مهتم به بزاف، مهتم ليه بقرايته، بالأخلاق ديالو، بالسيرة الدينية ديالو، بكل شي مهتم به، تيربيه على أخلاق عالية. ومن بعد سنوات الحرمان والقهرة والعذاب والشقاء والوحدة اللي دوزتهم من بعد بابا الله يرحمه، دابا أنا في نعيم. ربي عوضني، والرضا ديال والديا والرضا ديال بابا وديال ماما واقف معايا. وملي درت لاباس خوتي عاد ولاو تيتهافتوا عليا، اللي يعيط ليا في الصباح اللي يعيط ليا في العشيه. وملي نمشي للمغرب ونمشي لهذيك دارنا ديال التراب اللي باقا محافظه عليها، تيجيو خوتي كلهم عندي، واحد يعرض عليا الصباح وواحد يعرض عليا العشيه، ويوجدوا لي ما الا الدواء طاب من المأكولات ومن كل شيء. من بعد ما كانوا نساوني، من بعد ما كنت تلقى من ناكل وما كانوش تيسولوا فيا. الخاوة تا هي بالطمع. ملي درت لاباس عاد كلهم ولاو طامعين، كلهم ولاو تيديروا معايا مزيان. هنا تأكدت انه من بعد الوالدين راه ما تتبقى لا خاوة لا والو الا من رحم ربك. هنا تأكدت باللي خوك راه خوك، ملي تيتزوج يولي خو مراته وخو ولادو. وكانت هذه هي قصتي اخواتاتي اللي بغيتكم تاخذوها للعبره. العبره منها ان اللي عندها شي حق تاخذو قبل فوات الاوان. ما تخليش باه يكتب للخوته وهي ما يكتبش ليها كما تيديروا بزاف ديال المغاربه في النواحي ديالنا هنا. لا تنتي بحقك، سبحان الله العظيم، لا ما تزوجتيش ولا ما درتيش الوليدات تلقاي شي حاجه تحت منك، شي رزيق. وهذه كانت هي حكايتي وهي قصتي، نتمنىكم تستمعوا ليها. نخليكم مع خالتي فتيحة بغات تهضر معاكم. السلام عليكم كبيداتي وليداتي، كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى نلقاكم وانتم في احسن الاحوال ان شاء الله.
كما استمعتوا دابا للقصة ديال بنتي نعيمة من مدينة القصر الصغير، اللي قصتها حتى هي كانت أليمة، ولكن الحمد لله ربي عوضها في الآخر بالزوج الصالح وبالذرية الصالحة. وبنياتي وليداتي خواتاتي اللي بقى ما دايراش اشتراك، اشتركوا معايا فضلا منكم وليس أمر، ودير واحد اشتراك ومتابعة وجيم. وشكرا لكم بزاف على الكومنتيرات الزوينين وعلى التفاعل معكم مع أعضاء المجموعة اللي تيقولوا لنا القصص ديالهم وتتفاعلوا مع القصص ديالهم. كل واحد تيبغيكم تعبروا ليه وتنصحوه وتقولوا ليه شي كلمة في حق القصة ديالو. واللي عنده شي قصة تستاهل الاستماع والمشاركة، راه غنخلي رقم الهاتف ديالي في صندوق الوصف، ممكن تتصلوا بيا عبر الواتساب في أي وقت بغيتوا. راني حالة لكم قلبي وقناتي باش نقول القصص ديالكم والمشاكل ديالكم، واللي باغي شي اقتراح واللي باغي شي حلول من عند أعضاء المجموعة ديالنا وديال هاد القناة يتفضل يحكي القصة ديالو. راه الإشارة ديالكم باش أي واحد نديروا ليه القصة ديالو في هاد القناة يستمعوا لها الأعضاء، باش اللي عنده شي اقتراح ولا شي حل مشكلته يقولها ليه. وإلى اللقاء بكم، تنتمنى نخليكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. وليداتي ما تبخلوش عليا بجيم وبكومنتير وبالاشتراك وبالمتابعة، وشكرا لكم بزاف.